بين اسعار الاي اس تي والديجيتال سات، اولياء امور كتير بيبداوا رحله الدبلومه الامريكيه من غير ما يعرفوا الفرق ما بين اسعار الاي اس تي والديجيتال سات. ولان كل عائله فيها اكتر من طالب ممكن يكونوا في الدبلومه الامريكيه، وكل طالب عايز يعيد المحاوله مره واثنين وثلاثه عشان يحسن السكور، فلازم ولي الامر يبقى عارف الفرق ما بين اسعار الاي اس تي والديجيتال سات عشان يحسب حسبته من بدري ويعمل حسابه ماديا قبل ما يخوض التجربه. انا مس غدا شكري ماث تيتشر، وفي الفيديو ده هقول لك الفرق ما بين اسعار محاولات الاي اس تي والديجيتال سات وازاي تدفع في كل منهم. اعمل سبسكرايب للقناه وفولو للبيج عشان الفيديوهات اللي جايه هتكون مهمه جدا بالنسبه لك. نبدا بالديجيتال سات. سعر محاولة الديجيتال سات الواحدة داخل أمريكا $68، بيضاف ليها $43 لطلبة خارج أمريكا. يعني طلبة مصر اللي عايزين يمتحنوا ديجيتال سات هيدفعوا $111. الدفع بيكون أونلاين عن طريق لينك الكوليدج بورد وبفيزا اسمها فيزا مشتريات. الفيزا دي بتتيح التعامل بعملات أجنبية، فالفيزا دي بتسحب ما يساوي $111 من حسابك البنكي بالجنيه المصري بسعر صرف اليوم، والبنك بياخد نسبة تحويل بسيطة جدا. يعني ممكن المحاولة تكون بتاريخ الحلقة دي ب 5800 جنيه تقريبا. الميزه الجميله في الديجيتال سات ان الطالب يقدر يحجز المحاوله قبلها فتره طويله جدا. يعني احنا مثلا في شهر 3 ممكن تحجز محاوله في شهر 7 عادي، وكمان تختار المكان اللي ممكن تمتحن فيه. ده بيدي فرصه عظيمه للطالب انه يخطط للمذاكره من بدري بهدوء ومن غير تعب واعصاب. النقطه الثانيه المهمه جدا في الديجيتال سات الريفند او استرداد الاموال. انت تقدر في اي وقت تلغي المحاوله او تغير ميعاد المحاوله. برده من اونلاين من لينك الكوليدج بورد تقدر تعمل كانسل للمحاوله وبتسترد فلوسك على نفس الاكونت بتاعك، بس بيخصموا منه $34. هحط لكم كل الاكونتس الخاصه بالغاء المحاوله ولينك الكوليدج بورد تحت الفيديو. كده نبقى خلصنا الجزء الخاص بمحاوله الديجيتال سات وسعرها وكيفيه الدفع. نيجي بقى نتكلم عن سعر محاوله الاي اس تي وكيفيه دفعها. الاي اس تي رسميا المحاوله الواحده ب 7980 جنيه. الحساب يكون بالجنيه المصري وباي فيزا بتستعملها داخل مصر. يعني انت مش محتاج فيزا بتدعم التعامل بالعملات الاجنبيه. بس شهر 3 اللي فات الترايل كان عليها ديسكاونت وكان سعرها 5200 جنيه. السؤال هنا، هل السعر ده هيستمر على طول ولا المره دي بس؟ لغايه دلوقتي مفيش تاكيد لاي حاجه. عشان كده باكد على اولياء الامور لازم تراجعوا لينك الاي اس تي اول باول، لان التحديثات كتيره قوي عليه. بالنسبه للاي اس تي فالطالب ما يقدرش يحجز المحاوله قبلها بفتره طويله زي الديجيتال سات. بيفتحوا باب الحجز لكل محاوله قبلها بفتره وبيعلنوا عنه على اللينك بتاعهم. اما بالنسبه لموضوع الريفند او كانسل المحاوله فبرضه رسميا لو حبيت تلغي المحاوله قبل ما يقفلوا باب التسجيل فانت بتسترد كل فلوسك بيخصموا منها 600 جنيه. حقيقه انا ما شفتش الموضوع ده بعيني. اكتبوا لنا انتوا في التعليقات لو كان حد فيكم لغى محاوله الاي اس تي وفلوسه رجعت فعلا وخصموا 600 جنيه بس ولا لا. ده بالنسبه للجزء الخاص بمحاوله الاي اس تي وكيفيه الدفع. اما بالنسبه للاي اس تي 2 فسعر المحاوله الرسمي للماده الواحده كان 4300 جنيه. يعني المحاولتين كانوا ب 8600 جنيه. بس برضو ترايل مارس اللي فاتت عملوا ديسكاونت واصبح سعر المحاوله 2800 جنيه للماده الواحده. الاي اس تي 2 مرن شويه في انك تقدر تحجز الماث لوحده والبايو لوحده. كل ماده فيهم بتاخدها في محاوله لوحدها بتاريخ لوحده وتدفع ثمنها لوحدها. يعني تقدر تاخد الماث في محاوله بتاريخ معين وتدفع 2800، وبعد ما تخلصها تقدر تدفع البايو لوحده في محاوله لوحدها. برضو هل سعر 2800 ده ثابت معانا على طول؟ محدش يعرف حاجه، وبكرر لازم نتابع اللينك. هحط لكم لينك الاي اس تي عشان تتابعوه اول باول تحت الفيديو. وبكده نبقى خلصنا الفرق ما بين اسعار محاولات الاي اس تي والديجيتال سات وكيفيه دفع كل منهم. الفيديوهات اللي جايه هتكون مهمه جدا، تابعونا. اي مساعده اي استفسار اي سؤال مسجات الصفحه او الواتساب اللي هيظهر لك على الشاشه.